تعالوا كده سريعا نشوف أخبار الذكاء الاصطناعي في شهر أكتوبر 2025. إزاي الذكاء الاصطناعي اتطور وإزاي بقى قادر يعمل حاجات جديدة. عندنا أخبار من شركة جوجل ومايكروسوفت وأوبن اي اي وأنتروبيك وأبل. طب وإزاي أبل هتغير قواعد الجرافيكس الفترة الجاية، وإزاي هتدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة بتاعتها الجديدة. يلا نشوف أهم أخبار الذكاء الاصطناعي للشهر اللي فات. أول خبر معانا وهو من شركة أوبن اي اي. في 21 أكتوبر 2025 شركة أوبن اي اي بتطلق المتصفح بالذكاء الاصطناعي أطلس. يعني إيه متصفح بالذكاء الاصطناعي؟ يعني الاي اي موجود جوه البراوزر نفسه، بدل ما أنت بتستخدم جوجل كروم وتاخد الحاجة اللي أنت عايزها من جوجل تحطها على تشات جي بي تي. لا، تشات جي بي تي بقى هو متصفح نفسه، بتقدر تعمل من خلاله عمليات شراء، بتقدر تخليه يقارن أسعار، يعمل حاجات كتير المتصفح العادي زي جوجل كروم مش قادر يعملها. تاني خبر معانا وهو حصل يوم 6 أكتوبر 2025. اوبن اي اي بتعلن انها عملت ايجنت كيت. دي تول او أداة بتقدر من خلالها انك تعمل ورك فلوز. يعني على ان مثلا احنا بنعمل ورك فلوز بايدينا، بنروح بنحط نودز بنوصلها بنودز تانية ونعمل الكونفيجريشن بتاعت كل نود. فايجنت كيت لغوا الموضوع ده تماما، بقى اسهل بكتير. انت بتكتب برومبت، البرومبت دوت بيتحول لورك فلو، الورك فلو ديت بتقعد تتحسن كمان كل مرة. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. الخبر الثالث معانا وهو يوم 16 أكتوبر 2025 شركة أنتروبيك اللي عملت كلود عملوا حاجة اسمها سكيل. سكيل دي عبارة عن مجلد فيه تعليمات وأمثلة أو سكريبتات. كلود بيحمل السكيل دي وقت الحاجة بس، والنتيجة إن هو بيعمل شغل مكتبي واقعي، زي مثلا يبعت إيميلات على ستايل شركتك أو شغل إكسل بدون فوضى. تقدر تبص في المصادر، هسيب لك اللينك. الخبر الرابع وهو يوم 24 أكتوبر 2025 جوجل ضافت قدرة ان الاي اي يتعامل مع التطبيقات والواجهات الانترفيسز. يعني الاي اي اللي هو جيميناي هيقدر يتعامل مع الكمبيوتر عن طريق حاجة اسمها كمبيوتر يوز. انت تقدر تخلي الاي اي يتحكم في تطبيقات معينة في انترفيسز معينة. كمان رفعت جودة توليد الفيديو اللي هي فيو 3.1 رفعت جودة توليد الفيديو لنتائج أكثر واقعية، وده هيخلي أصحاب المحتوى والإعلانات والدروس الأونلاين يبقوا أكتر كرياتيفيتي وعندهم فيتشرز وحاجات يستخدموها أكتر. الكمبيوتر يوز دوت بيخلي الناس في الشركات ينفذوا خطوات داخل تطبيق الويب مثلا عن طريق الاي اي. هسيب لكم اللينك في المصادر، ما تنسوش تخشوا تشوفوا ايه الفيتشرز الجديدة. يوم 28 و30 أكتوبر 2025 مايكروسوفت أعلنت عن كوبايلوت. مش بس بيشرح، لا ده كمان بيضغط على زراير يبني ورك فلوز، فتقدر تطلب بحث وتجميع ملفات وكمان تبني ورك فلو أو تول بسيطة بوصف طبيعي جدا أو برومبت سهل. ومع الكمبيوتر يوز الاي اي بيشتغل جوه الشاشه بتاعتك. ده معناه ان هو بينفذ مهام على الشاشه، يقدر يخش على ويب سايتس، يعمل انتراكشنز مع الانترفيسز بتاعت الويب سايتس، يعمل تقرير يومي مثلا من شير بوينت للتيمز، وبعد كده يقدر يعمل ايجنتس. تقدر تخش على المصادر وتتأكد بنفسك وتشوف كل المميزات الجديدة. الخبر السادس وهو يوم 15 أكتوبر 2025 شركة أبل بتعلن عن الشريحة M5. أبل بتقول إن كتير من ال AI لازم يشتغل على جهازك عشان الخصوصية وعشان يبقى فيه سرعة أفضل، فعشان كده أعلنت عن شريحة M5 خلتها في ماك بوك برو وآيباد برو وفيجن برو. دي قفزة كبيرة جدا في أداء الذكاء الاصطناعي والجرافيكس مقارنة بالجيل السابق. يعني احنا هنشوف جيل جديد من الجرافيكس مع الماك أو شريحة M5 الجديدة، وده بيناسب تشغيل نماذج محليا بدون انترنت وبعض المزايا زي أبل انتليجنس. وبكده يا صديقي نكون خلصنا تقريبا أهم الأخبار اللي حصلت في شهر أكتوبر 2025 عن الذكاء الاصطناعي. ما تنسوش تخشوا على المصادر وتشوفوا اللينكات بنفسكم وتجربوا كل تول بنفسه. أشوفكم على خير إن شاء الله.